امال انت جايباني ليه وانت سايباني وعماله تنقي الرز؟ انت مش جايباني غصب عشان نتكلم في موضوع مهم. طب خليكي في الرز بتاعك احسن. انا كنت عامله لكم فيديو قبل كده ازاي نحمي نفسنا الكترونيا، دلوقتي هقول لكم بقى لو الفاس وقعت في الراس هنعمل ايه. فانا كنت حابه استني بس، استني. ايه؟ انا جايباكي في الديكور بتاعي علشان خاطر نتكلم في الموضوع ده، عشان انا اللي عامله الحلقه دي قبلك. لا على فكره انا اللي عاملاها قبلك، وروحي شوفي الجزء الاولاني. لا انا اللي عاملاها قبلك. لا انا اللي عاملاها قبلك ومتاكده. انا اللي عاملاها. المهم انا عايزه اسالك شويه اسئله كده علشان لو اي بنت وقعت في الموضوع ده تستفيد. حاضر. اولا، لو بنت حد بيهددها بصور هتعمل ايه؟ اولا انا عاوزه اي بنت بتسمعنا لازم تبقى مطمنه 100% ان سواء الصور حقيقيه او متفبركه او بعتها بمزاجها او اي حاجه، ما ينفعش اي حد يستخدم اي حاجه ليها تخصها ضدها ولا يبتزها باي حاجه شخصيه. واحب اطمنك كمان ان القانون بيبقى في صف اي بنت اتعرضت للابتزاز، لان في ماده في القانون بتعاقب المجرم سواء بالحبس او الغرامه لو ابتز اي بنت بصورها. من الاخر كده يا ميار، ايه اللي البنت دي تعمله علشان تاخد حقها؟ في شويه خطوات كده لازم اي بنت تعملها اول ما تتعرض لحاجه زي كده. انا هقول لك إيه؟ انا قلت للبنات تمسح الصور كلها. لا ما تمسحش صور، ما ينفعش ليه؟ اي حد يمسح صور. ليه؟ ما ينفعش نمسح اي صور او مسجات ما بينك وما بين المبتز، لان دي بتعتبر دليل ادانه ضده، وده لان البنت من خوفها اول ما بيجي لها اي مسجات تهديد بتقوم جايه مسحه الشاتنج او اي صور ما بينها وما بين المبتز، وده غلط كبير. فلو سمحتي ابوس ايدك ما تمسحيش اي حاجه من دي، لان ده دليل ادانه وهيستخدم ضده وهيعاقب بسببه. انت قلت لنا كده على الخطوه الاولى ان احنا ما نمسحش الصور ولا نمسح الشات، طب وبعد كده هنعمل ايه؟ ما تعملش بلوك ابدا ابدا، لان كميه المكالمات اللي بيقعد يكلمها لها والمسجات اللي بيبعتها لها برضه بتستخدم ضده. وفي حاجه تانية مهمه جدا يا ولاء، ان ما ينفعش تحكي لاي حد من الناس اللي حواليك ولا حتى يحكوا لي؟ ولا يحكوا لك، لان ممكن المبتز يكون واحد من اللي انت عارفاه اصلا ومستخبي ورا شاشه الموبايل، فانت هتعرفيه ازاي؟ يا نهار ابيض. فانت ممكن لما بتحكي لاي حد حواليكي تكوني كده بتحذريه. ايوه صح. طب وهتعمل ايه؟ اول حاجه لازم تتصرف بسرعه وما تستناش اكتر من يوم وتبلغ مباحث الانترنت فورا، وارقامهم سهله جدا وموجوده في اي حته، وهسيبها لكم كمان في الكومنتس تحت. او ممكن تروحي المقر بتاعهم في التجمع الاول، او تروحي اقرب اسم ليكي ومعاكي الادله اللي انا قلت لك عليها في الاول. بس يا ميار برضو الاقسام والبنات والفضيحه يا شيخ. فضيحه ايه يا ولاء؟ على فكره الناس هناك محترمين جدا وبيعاملوا البنات بكل ذوق، لان هم متعودين على الحالات دي، بيشوفوها كل يوم، وكل حاجه بتحصل هناك بتكون في سريه تامه. بلاش اقسام يا ستي، في منظمات مجتمع مدني دلوقتي بتساعد اي بنت بتتعرض للابتزاز، زي المجلس القومي للمراه اللي ممكن تروح لهم او تكلميهم على 15115. طب لو الفاس وقعت في الراس والصور والفيديوهات اترفعت على النت هنعمل ايه؟ في مواقع كتير جدا تقدري تعملي عليها كليم والفيديوهات دي تتشال تماما، ده غير ان اصلا المواقع دي كتير منها بيرفض ان محتوى زي ده ينزل عنده. وحتى لو غلطتي فانت لازم تعرفي ان مالكيش غير اهلك، ولازم هنا بقى يجي دور الاهل. ولا ايه ولا؟ ايوه صح. الاهل بقى ازاي هيتصرفوا لو حصل لبنتهم حاجه زي كده؟ انا رسالتي هنا لكل ماما وبابا واخ، سيبوا البنت باللي هي فيه، ما تبقوش انتوا كمان عليها. يعني البنت غلطت وكلنا عارفين ان هي غلطت، وهي بتبقى عارفه ان هي غلطت وبتندم على ده، خلاص هتبقى نهايه العالم؟ ما انتوا بتغلطوا ومحدش بيمشي وراكوا ولا بيفضحكوا. بالراحه عليها شويه. انا عارفه ان انتوا قلقانين ومخضوضين وخايفين، بس كل حاجه وليها حل. اهم حاجه اوعوا تسيبوا بناتكم لوحدهم وركزوا معاهم على طول، وطول الوقت لازم تتكلموا معاهم وتبقوا عارفين هما بيمروا بايه وبيحسوا بايه، لان البنت لو ما لقيتش الدعم من اهلها يا هتنتحر يا هتمشي ورا كلام المجرم ده، وفي الاخر الفضيحه هتطول الكل. انت عارفه الفضيحه اللي بجد ايه؟ ان هم يسيبوا بناتهم واخواتهم يواجهوا كل ده لوحدهم وما يكونوش في ظهرهم. ربنا يستر على بناتنا واخواتنا، ولازم يكون في وقايه زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده.